الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. نرد على الكيالي في مقطع خطير، لا حول ولا قوة إلا بالله. نرد عليك يا كيالي ولا ندعك ترقص بدين الله وتلعب على عقول الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل هذا المخلوق بقضية الكلب والموسيقى وقضية أن الحلال والحرام لا يحرم ولا يحلل إلا الله؟ نسأل الله العافية. اسمعوا ثم نعود للبيان إن شاء الله. الله تعالى وحده فقط يقرر الحرام والحلال وبالتفصيل. لماذا؟ رجاء انظروا سورة الأنعام الآية 119. هذا الله سبحانه وتعالى يقول، وليس فلان أو فلان. الله يتكلم. متى سوف نفهم على الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وقد فصل عن ذاته الكريمة طبعا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالله تعالى فصل كل شيء محرم. فلا يأتي أصحاب الفتوى والتقوى لكي يعطوا سلسلة طويلة بالمئات على الحرام والحلال و إلى آخره، ومن ضمنها الموسيقى والكلب. هذه حرام، يعني لا جدال فيه. نكرر: وقد فصل لكم، الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. نقطة على السطر، انتهى. ممنوع غير الله على الإطلاق أن يحرم ويحلل، لأن الله قد فصل الحرام وبكل دقة. وكل من يقرر الحرام والحلال غير الله هو كاذب ومفتري، بنص قرآني واضح. أي أحد يقول لك حرام وحلال، يعني أنثى تقوم بتزيين حواجبها حرام، كذا 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 حرام، إنسانة وضعت عطور، يا لطيف يا لطيف، قمة التحريم يعني. ومع كل الأسف يعني معظم التحريمات تخص النساء، لأننا لازلنا نعيش بالعقلية الذكورية من أيام وأد البنات حتى الآن. نكرر: وكل من يقرر الحرام والحلال غير الله هو كاذب ومفتري. انظروا رجاء. سمعتم أيها الأفاضل ماذا يقول هذا المخلوق العجيب؟ وإن شئت قلت أنه شيخ الفايد، والفايد يقلده في هذه المتاهات والظلمات والهرطقات والمصائب. قبح الله التقليد الأعمى، لأنه يقول نقطة على السطر كما سمعتم، فالفايد يقول كذلك نقطة على السطر. هؤلاء المقلدة في العمي والضلال يشبهون بعضهم بعضا فيما يقدمونه للأمة عن جهل وعن غباء وعن سذاجة ما لها من مثيل. لا علم ولا قرآن ولا. الكيالي يشرح الآيات القرآن ويفسر القرآن ويجمع القرآن ويقول الرقم، وهو بعيد كل البعد لا عن القرآن ولا عن القراءة ولا الألفاظ ولا علم اللغة. يقولون بأنه يعرف اللغة ويعلم اللغة، فهو لا شيء له في ذلك، فارغ أبدا على طول. لا يعرف الكيالي، لا يعرف لغة ولا قرآنا ولا حفظا ولا لفظا ولا شرحا ولا كل ذلك ادعاء. هؤلاء ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستحيي فاصنع ما شئت. حديث في البخاري، نسأل الله العافية. القضية قضية الحياء، فالذي ليس فيه حياء مصيبة. الكيالي يأتي بالآيات والسبورة واللوحات كما ترون ويقول هذه الآية وهذه الآية، ثم ماذا يقرر؟ انظروا الجهل، انظروا الهجوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله دون خوف ولا حياء ولا خجال. فرأس العلم تقوى الله حقا. اسمعوا بارك الله فيكم، اسمعوا، هذا منهج عظيم. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال قد رأست. وإذا لم يفدك العلم خيرا فخير لك أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. أسأل الله العافية. هذه الأبيات تنطبق على هؤلاء تماما بتمام، ولهذا يفرون من الأبيات الشعرية التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من الشعر لحكمة. يقول شعر الكهنوت،
الشعر كذا لأن الشعر يضربهم في الصميم. وهذه الأبيات تنطبق على هؤلاء. إذا الكيالي يفسر القرآن ثم يقرر. النقطة الأولى كما هي عادتي، أحدد النقاط ثم أبين مضمونها وفحواها حتى يفهم الناس القضية، لا من قول المخالف ولا من رد عليه، تماما بتمام. ولله الحمد، نسأل الله الثبات والهدى إلى الصراط المستقيم، آمين. في النقطة الأولى يقول: لا يحلل، اسمعوا كلامه ثم انظروا إلى التعقيب لتكونوا في اطمئنان واستراحة. يقول: لا يحلل ولا يحرم إلا الله، ومن حرم وحلل غير الله فهو مفتر كذاب، لا يجوز أبدا. وأدخل في ذلك وعين الموسيقى والكلب، ثم النساء اللواتي ينتفن حجوبهن أو ينتفن حجوبهن. هذا الكلام هذا قاله وكما سمعتم. إذن لا يحلل ولا يحرم إلا الله، هذا كذب على الله، كذب على الرسول، كذب على دين الله. لأن عندنا وحيين، عندنا الكتاب والسنة، والله تبارك وتعالى حلل وحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم حلل وحرم قطعا قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يجمع الرجل بين البنت وخالتها في الزواج، وبين البنت وعمتها في الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمور الأهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذات المخالب من الطير، وحرم ذات النب ولا ذو نب من السباع، وحرم رسول لقطة المعاهد، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وحسان بن عطية رحمه الله كما في صحيح سنن الدارمي رحمه الله قال: فإن كان جبريل يأتي بالسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن، وهما وحيان يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحلل ويحرم ويشرع، رسول الله لوحده خارج القرآن. اسمعوا يا عباد الله، هذا حق، هذا دين. والله إن لم يكن هذا لا إسلام ولا دين. فإذا حارفنا ونزعنا ورفعنا الشرع الذي جاء به الرسول، أي الحكمة السنة اللي قال فيها الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، إذا أبعدنا السنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم والله لا دين. أقولها لله، لا دين. من يقول القرآن يحلل ويحرم وحده، والقرآن فصلنا فيه كل شيء، وكل شيء فصلنا تفصيلا، وهذه الآيات التي يؤولونها ويأخذونها على ظاهرها المعكوس المخالف لدين الله تبارك وتعالى، هذا كله ضلال في ضلال. ولهذا هذا الكيالي يرقص بكلمات الله ويلعب بعقول الدراويش والضعفاء من الناس، نسأل الله العافية. ولكن لن ندعك ولن نتركك يا كيالي، ولن ندع أمثالك من فايد وعدنا إبراهيم وشحرور ومحمد هداية إلى غير ذلك من هؤلاء المارقين، نسأل الله الهداية. هؤلاء يلعبون في دين الله، والسبب هو أنهم لا يخافون الله ولا يراقبون الله. يقول بأن لا يحلل ولا يحرم إلا القرآن. القرآن حلل وحرم، الحمد لله. ما حلله الله وحرمه الله حق على الرأس والعين، وكذلك ما حلله رسوله وحرمه رسوله كذلك. حرم الله وحلل في القرآن الكريم، وحرم رسول الله وحلل في السنة النبوية الكريمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه وتعالى في بيت النبي وفي زوجة النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن فيها الحلال والحرام إلى غير ذلك، شرع الله القرآن. والحكمة أي السنة فيها الحلال والحرام إلى غير ذلك، شرع الله. هذا شرع الله القرآن، وهذا شرع الله السنة، وهذا كلام الله سبحانه، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو كتاب الله، والحكمة هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو الكتاب والسنة والإجماع. الإسلام فيه ثلاث، من ترك واحدة منهن خرج عن الإسلام: الكتاب والسنة والإجماع. من أخذ بالكتاب وحده خرج من الإسلام،
ومن أخذ بالسنة وحدها خرج من الإسلام، ومن أنكر الإجماع ورده كذلك خرج من الإسلام. لابد الكتاب والسنة والإجماع يا عباد الله 3 أصول لابد أن تتمسك بهما، وإلا أنت وإسلامك ودينك في مهب الريح، ولا قيمة لك ولا عبرة لك. تتكلم في دين الله لا كلام لك، أنت تتكلم بكلام بعيد كأن الشيطان يتكلم في الدين. لما تبعد كتاب الله وتبعد سنة رسول الله وتبعد إجماع الصحابة على أمر وعلى شيء، فأنت والله تلعب في دين الله ولا دين لك. هكذا نقول لك يا فايد، يا كيالي، يا فايد، اتقوا الله، لن نترككم تلعبون في دين الله أبدا 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 أبدا. والحمد لله خرج الفايد مؤخرا كما في الفيديو السابق قبل هذا بينت ذلك فيه، أن الفايد خرج وقال مع من أناظر ومع من أعمل المناظرة، والناس والعالم كله مع العلماء. إذن هنيئا لك بهذه الصراحة وبهذا التصريح، الحمد لله. إذن كيالي يقول هذا فيما يتعلق بأن الله يحلل ويحرم وحده، ومن حرم وحلل غير القرآن فهو كاذب ومفتري. النبي صلى الله عليه وسلم حلل وحرم يا عبد الله، ماذا تقول؟ شوف الكلام ماذا يقولون ولا يشعرون. يقول لك فهو كاذب ومفتري. سيدنا النبي حلل وحرم يا عباد الله، ماذا تقول؟ هذا هو العقل يا كيالي، هذا هو الدين، هذا هو الشرح، هذا هو القرآن. أنت تعرف القرآن، أنت تشرح القرآن. الحكاية في السبورة والأوراق وتطلع هبط وترقص وتغني، ولك رنات في كلامك وترقص بلسانك وعقدة ألفاظك وكذا وتتمايل، هذا كله من الغرور. نسأل الله السلامة والعافية من هذا الطريق المنزلق إلى المهالك، آمين يا رب العالمين. النقطة الثانية، قال بأن الموسيقى والكلب هؤلاء ليسوا بحرام، وإنما الموسيقى حلال والكلب حلال. نسأل الله العافية. هذا يصادم شرع الله ويرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، ينقص من عمله قيراط، إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. بهذه الثلاث، إذا أمسك الإنسان كلبا أو اقتنى كلبا أو جعل كلبا في بيته فقد اقتنى الحرام، والكلب محرم لغير هذه الاستثناءات. واضح؟ بخاري ومسلم. ثم عند البخاري من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. الله أكبر. البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، البيت الذي فيه تمثال لا تدخله الملائكة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا نمشي مع الكفار ونضيع الدين ونمشي مع أهواء الناس. لا يهمنا أهواء الناس، يهمنا أن نبين الدين لكن بأدب وأخلاق. الحمد لله. ونحن نحبكم الله، نحب لكم الخير، نحن نحب الخير ونحب الخير للناس. هذا هو طريقنا، نحب الله والرسول والإسلام، ونحب الناس جميعا أن يكونوا تحت مظلة هذه الرحمة التي قال فيها ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الناس جميعا، فالكلب إذا كان في البيت الملائكة لا تدخل البيت، وإذا فيه صورة كذلك لا تدخل الملائكة، وكذلك إذا كان في البيت تمثال لا تدخل الملائكة. إذن الكلب لا يدخل الملائكة. الموسيقى، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلب حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول حلال وكذا وكذا وما الفائدة، ويقول لا علاقة بالكلب مع الملائكة ولا علاقة الكلب بالبيت. كلام خطير جدا ذكره هذا الكياري، صلى الله عليه وسلم. ثم الموسيقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على أمتي قوم يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف. سيدنا النبي قالها، قال لك يأتي قوم على الناس يستحلون، أي حرام وهم يحلونها ويستحلونها. ما هي الحيرة والحرير؟ يعني الحرير والزنا وسميته، يعني الحيرة معروفة، والخمر والمعازف أي الخمر والمعازف. إذا كان الخمر حرام المعازف حرام خلاص. وباتفاق فقهاء الأمة وجمهور الأمة من المذاهب الأربع ومن معهم من جمهور الأمة أن الموسيقى حرام باتفاق جمهور الأمة وفيه من المذاهب الأربع أنها حرام. وذكر ابن القيم رحمه الله وابن رجب وغيرهم الإجماع على تحريم الموسيقى. علاش؟ لهذا الحديث. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى، والحديث في البخاري والحديث صحيح. وابن حزم يقول: لو صح عندي الحديث ما تكلمت في الغناء. ابن حزم تكلم في الغناء وقال الغناء فيه ما فيه لهذا الحديث، لأن الحديث لم يصح عنده. إذا صح الحديث إذا ابن حزم يتنازل عن كلامه وحاشاه.
ابن حزم كان من الكبار، من الطيبين، من المجاهدين، من الأفذاذ، من العلماء أهل التقوى والخير والصلاح. هذا ابن حزم قال لو وصل الحديث. ابن حزم اجتهد فرأى في الحديث شيئا وعلى هذا بنى، لكن صح الحديث عند البخاري وغيره، والعلماء حققوا الحديث صح الحديث، إذا الحديث بسنده الصحيح الحمد لله. إذا لو ابن حزم وصله الحديث كما هي علته لقال بالحديث، وإلا كيف أن ابن حزم عنده أمور كبيرة جدا حتى أنهم ينكرون عليه ما يمشي إليه من ظواهر النصوص يسمونه ظاهري، لكن في هذه ينكرون عليه، ينكرون على ابن حزم أمور كثيرة، لكن في هذه الرخصة التي هي من طبيعة الإنسان، لكل جواد كبوة ولكل قلم زلة كما هي الحكمة. فإذا وقع هفوة أو خطأ من عالم أخذ به. هنا يقول ابن المبارك رحمه الله: من أخذ برخصة كل عالم تزندق. إذا العالم لا تأخذ برخص العلماء، تأخذ برخصة هذا في الغناء، ورخصة هذا في الخمر، ورخصة هذا في التبرج، ورخصة هذا في الحجاب، وتدور على الرخص. إذا تتزندق، نسأل الله العافية. من أخذ برخصة كل العلماء تزندق. إذا خذ من كلام العلماء ما هو يظهر الصواب، وخذ بالاعتدال، وخذ بقسطاس مستقيم، وإلا تكون في الزندقة والعياذ بالله. إذا أيها الأفاضل، هذه المسائل ديال الكلب محرم، وكذلك إلا في الاستثناءات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضية الموسيقى وكذلك فهي محرمة ولله الحمد. هذا بيان، وهو يقول لأن لم يحرمها القرآن، حرمها رسول الله يا عبد الله. ثم يقول يحرموا النساء التي تأخذ من حاجبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامسة والمتنمسة إلى غير ذلك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعن في أصحاب هذا الفعل، وهذا حرام باتفاق الأمة. وأنت تقول يا أمة التحريم، إذا ماذا نفعل؟ نفعل أمة التهريج، أمة الخواء، أمة الكذب على الله ورسوله كما تفعل أنت يا كيالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمكم الرشد والصواب، وأن يقي الأمة من شركم وضلالكم. آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.